الدرجة الثانية والأنشطة اللي حملها هذا، وحتى بالنسبة لأهم النتائج اللي كنتمناو من هذا التدريب اللي شاركنا فيه ديال تدريب الدرجة الثانية ديال القادة ديال القادة ديال القادة المساعدين القادة الأسرار. شنو ممكن تقول لنا في هذا الإطار كامل؟ تدريب دراسات مساعدة قادة الأسرى بالدرجة الثانية كيأتي في إطار استراتيجيات الفرقة الوطنية لمرحلة الأشبال والزهرات من أجل تنمية قيادات في هذه الفرقة وتلبية حاجيات بعض الجهات التي تعرف بعض النقص من حاجة من أطر القيادية. وكان في آخر اجتماع للفرقة الوطنية تمت برمجة هذه الدورة الدراسية بهدف إشباع حاجيات الفروع المستهدفة التي حضرت تقريبا جميع الجهات بممثلة بقائدين. السبب هو أن الفضاء لم يكن يمكننا من توفير أكبر عدد من هو حاضر. وبالتالي فالعروض التي قدمت للمتدربين كانت عروض يحاول من خلالها تمرير أولا المنهاج ديال التدريب ديال الدرجة الثانية، لأن الحقيبة التدريبية ديال الدرجة الثانية معروفة عالميا وعربيا، بحيث أن القائد عليه أن يتعرف على حاجية الشعب واهتماماته وحسن تربيتها، أن يعرف دوره ومسؤوليته، أن يعرف كيف يحفز الأشبال والزهرات للحصول على شارة الهوايات وشارة الحكايات. كذلك تمرير بعض الأنشطة الميدانية كالتقاليد ومراسيم المرحلة، كمراسيم تحية الأعلام، كمراسيم حفل الظهور، كمراسيم حفل الانتقال من مرحلة الأشبال إلى مرحلة الشاب. بالإضافة إلى ذلك تقاليد الزي وتقاليد التحية، كيف معنى أن يكون هذا القائد قادر على إشباع حاجيات الشاب أو الزهر. وبالتالي فإذا لم يتم إشباع حاجيات القائد في التدريب، فعن هذا القائد لن يتمكن من إشباع حاجيات الأشبال والزهرات. كذلك هذه المرحلة تؤهل القائد مستقبلا للحصول على الشرف الشرعية، أي أن يصير قائد وحده. وطبعا نحن في الفرقة الوطنية للأشبال والزهرات نعمل على فتح المجال للشباب، لأننا نحتاج إلى مثل هذه الطاقات، لأن منظمتنا تكبر. كلما كبرت منظمتنا فإن حاجيتها إلى القادة تزداد.